ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هيبقى الجزء الاخير من الاساسيات بتاعة الرسم. تمام. والاجزاء اللي فاتت اتكلمنا عن البرسبكتيف او المنظور، اتكلمنا عن اللايت والشادو، ازاي الضوء بيأثر على البيزك شيبس بتاعتي، على الاشكال الاساسية بتاعتي. ازاي ابدأ احط الالوجن او الوهم ان انا احول الحاجة من 2D ل 3D. وعرفنا الكلام ده كله بيبقى ازاي، واتكلمت كمان عن الخطوط، ايه فكرة الخط عامة وازاي اقدر اتحكم فيه. النهاردة اخر جزء فهتكلم عن 3 حاجات، ومنهم حاجة متقسمة لأكتر من حاجة. يعني ايه؟ زي ما انا لما بقول مثلا في التايتل، العنوان بتاعي، وفي السب تايتل. تمام. العنوان اللي تحته يعني انا بتكلم عن مصر. تمام. وتحت مصر بتكلم عن المحافظات. تمام. اسكندرية، القاهرة، مش عارفة ايه كده يعني. طيب، انا دلوقتي ايه هي الحاجات اللي انا حابب اتكلم عنها دلوقتي او الاخيرة؟ بيقول لك يا جماعة اي صورة بتشوفها، او اي شيء عينك بتيجي عليه، بورتري، وش بني ادم، جسم بني ادم، صورة ترابيزة، صورة سما، صورة اي حاجة بتشوفها عينك، ممكن نقسمها ل3 حاجات: الشيبس او الاشكال، تاني حاجة الكالر أو الألوان، شكله عامل ازاي، لونه عامل ازاي، وآخر حاجة الإيدجز أو الحواف بتاعة الشكل بتاعتي، شكلها عامل ازاي. وهفهمكم واحدة واحدة يعني ايه. طيب، بالنسبة للأشكال اللي هنبدأ بيها، هي لو أنا عندي شكل دايرة، أنا عارف إن الشكل اللي قدامي ده أول ما بصيت عليه خلاص عرفت إن هو دايرة. تمام. الشكل بالنسبة لي هو يعتبر إن أنا بستخدم الكونتور أو الأوتلاين، الجزء اللي بره ده، عشان خاطر أقدر أحدد الشكل بتاعي. وشكل عن شكل يفرق، يعني أنا ممكن أرسم نفس الحاجة بس في نفس الوقت يبقى شكلها أحسن. ليه؟ لأن في حاجة اسمها الشيب ديزاين أو تصميم الشكل نفسه. تمام يا جماعة. أنا استخدمت دايرة، أنا خلاص عرفت إن أنا دايرة، مش محتاج إن أنا ألونها، مش محتاج إن أنا أحط فيها ديتيلز معينة عشان تعرف إنها دايرة. طيب، خدت الدايرة دي ورحت عامل الشكل ده. تمام. أنا ستيل برضو مش محتاج تفاصيل كتير عشان خاطر أعرف إن دي مثلا تفاحة أو برتقانة أو. تمام. طيب، أنا دلوقتي لو جيت رسمت قدامكم شكل زي ده، جميل، وفي نفس الوقت لو جيت رسمت نفس الشكل قدامكم بس بالطريقة دي، وانا بتكلم هنا عن الكونتور او الاوتلاين، مش هرسم اي حاجة جوه خالص يا جماعة. تمام. ده هو ده، ترسم حصان، ترسم حمار، هو ده. جميل. بس هنا الشيب ديزاين او التصميم للاشكال عندي احسن، وشكلها زي ما تقولوا كده ايه، recognizable، او اقدر اتعرف عليها بشكل قوي جدا. تمام. فهي دي يا جماعة فكرة الشيبس. وفي نفس الوقت الشيبس بتاعتي هي ممكن مش شرط الاوتلاين لشيء معين. يعني ايه؟ يعني انا لو رسمت وش بني ادم، تمام، فحتى الوش اللي انتوا شايفينه ده لو قلت عليه وش بني ادم، الكونتور اللي بره، حتى لو انا برسم شكل الشادوز بتاعتي، تمام، حتى لو انا برسم شكل الشادوز اللي جوه الظل اللي هيجي على وشه، حتى اللي انتوا شايفينه ده حضراتكم قدامكم، ده اسمه برضو شيب ديزاين. تمام. ده اسمه شيب ديزاين. جميل. حتى الاشكال اللي داخل الاشكال انت قادر تشوفها شكلها عامل ازاي. في فرق ان انا عملت شيب ديزاين بالشكل ده، وفي فرق ان انا جيت اخترت وش الشخص اللي قدامي، تمام، وكملت رسمته اهو، وقلت مثلا انا هاخد الجزء ده بس. زي ما حضراتكم شايفين، الفكرة هي نفسها،
في ايه؟ ان حرفيا الراجل ده الضوء جاي عليه من المنطقة دي، تمام؟ فالجزء ده من وشه هيبقى حرفيا في الظل. بس ده اسمه الشيب ديزاين بتاعي. هل انت هتختار ده ولا هتختار ده؟ رقم 1 ولا رقم 2؟ ففكرة الشيب ديزاين انت اللي بتصمم الشكل يبقى عامل ازاي، يبقى انترستنج ازاي تشد الشخص اللي بيتفرج على الاشكال بتاعتك، ازاي تقدر توصل مسج معينة للشخص اللي بيتفرج. فهي الفكرة كلها في الديزاين بتاعك، تمام؟ فزي ما قلت لكم، اي صورة في الدنيا، اي حاجة خلقها ربنا، اي صورة عينك بتقع عليها، فاول حاجة بنشوفها هي الشيبس، تمام؟ وده باختصار شديد جدا. زي ما قلت لكم، الشيب هو الاوتر لاين، تمام؟ هو الاوتر لاين بتاع اي حاجة، تمام؟ وفي نفس الوقت في shapes within shapes. يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا شايفين ادي شيب بتاع دماغ البني ادم، وشيبس within shapes زي ما قلت لكم في هنا، بغض النظر عن الشكل عامل ازاي، اشكال داخل اشكال. ده شكل الديزاين اللي انت اخترته. ولو محدش فاهم اللي انا رسمته ده، هوضحهولك بشكل بسيط جدا. انا دلوقتي عندي الايه؟ عندي العين، عندي سيل مناخير، وعندي البق. فزي ما قلت لحضراتكم، لو هرسم شكل الظل بتاعي فهيبقى تقريبا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام؟ هتبقى كده. وده اسمه ديزاين للشيب، او تصميم لشكل الشادوز بتاعتي او الظل بتاعي. فيبقى يا جماعة عندي شيب داخل شيب. ده يا جماعة كونتور او الاوتلاين. لو الحواجب بتاعتي هي دي، فده برضو الكونتور بتاعها او الاوتلاين، تمام؟ دي العين بتاعتي، فده الكونتور او الاوتلاين. جميل يا جماعة؟ فدي جزئية الشيبس. طيب، ايه هي تاني حاجة هنتكلم عنها وهي من اهم الحاجات، اللي هي الكالر او اللون، الالوان بتاعتي. طيب، في ناس قالوا يعني بعض الفنانين قالوا ان في حاجة اهم من الكالر، او في نفس الوقت هي سب إليمنت. يعني ايه سب إليمنت؟ يعني لو انا بتكلم ان العنصر الاساسي الكالر بيتكون بثلاث حاجات اساسية. حاجة اسمها الفاليو، دي انا شرحتها قبل كده، وحاجة اسمها الهيو، وحاجة اسمها الكروما، تمام؟ يبقى الكالر بتاعي يا جماعة بيتقسم لثلاث حاجات. طيب تعال نشوفهم مع بعض واحدة واحدة، وفي نفس الوقت مش هدخل في الديتيلز، مش هدخل في تفاصيل كتير. جميل؟ طيب، ايه هي الهيو؟ الهيو يا جماعة هي اللون نفسه. يعني ايه اللون نفسه؟ يعني احمر، اصفر، اخضر، ازرق. لما واحد يقول لك انت يا عم انت لابس تيشيرت احمر، تمام، لابس اخضر، ده بتقول له بقى احمر قالب على لون مش ولا غامق شويه بدرجه مش لا، هو لون احمر، لون ازرق. فده اسمه الهيو. ليه بيقول لك كده؟ لانه بيقول لك لما جه البريزم او عارفين انتوا كان في تجربه كده، كنا بنجيب زي بيراميد كده، هرم ازاز، ونسلط عليه الضوء ويبدأ ينكسر لألوان كتير، وبيعمل اللون اللي هو الرينبو أو لون قوس قزح، تمام؟ فهو ده حرفيا فكرة الايه؟ الكالر ويل، او الكالر ويل اللي انتوا شايفينها يا جماعة، اللي هي عجلة الألوان اللي انتوا شايفين ان انا مشاور عليها دي اسمها عجلة الألوان. وهقول لكم الناس مقسمينها ازاي. زي ما قلت لك، اخضر، اصفر، برتقاني، بيربل، ازرق، سماوي، اخضر، وهكذا. فده يا جماعة الهيو هو اللون نفسه. جميل؟ طيب، ايه هي الفاليو؟ طيب، انا قلت لكم يا جماعة قبل كده وشرحت لكم الفاليو عاملة ازاي. قلت لكم ان الفاليو بتاعتي انا عندي اللون نفسه ممكن يبقى فيه درجات كتير. يعني الفاليو بيقولك how light or dark the color is، او بمعنى اصح اللون بتاع ده غامق او فاتح قد ايه، من الاخر. فبيقولك انت لو عندك اللون بتاعك، لو سي قلنا اللي هو اللون الاسود، وانا استخدمت مثلا برش عندي اللي هي السوفت دي، لو انا بادئ باللون الاسود عندي هنا، وعملت ترانسيشن هنا او انتقال من اللون الاسود لحد ما وصلت للون الابيض،
فحرفيا انت شايف عدد لا نهائي من درجات الألوان. تمام، انت شايف عدد لا نهائي من الفاليوز، قيم الألوان، أو بمعنى أصح من عندي هنا غامق، هنا أغمق شوية، هنا أفتح شوية، هنا أغمق شوية، طب هنا أفتح شوية، زي ما حضراتكم شايفين. فلما الناس حبت تيجي ترسم قالت لأ، أنا مش هينفع أنا أشتغل في الدرجات اللانهائية دي كلها كده درجات لا نهائية، أو معنى أصح values لا نهائية. طب ده فاتح بنسبة قد إيه؟ طب وده؟ طب ده؟ طب ده؟ طب ده؟ طب ده غامق بنسبة قد إيه؟ وده وهكذا. فقال لك لأ يا باشا، قسم لي الحاجات اللي أنت شفتها دي، تمام؟ قسمها لي ل10 يونت أو 10 وحدات. جميل، 10 وحدات. بتبدأ لي من الأسود، اللي هو لو جيت بصيت على البرايتنس بتاعته هو 0، بتبدأ لي من الأسود هنا، تمام، وتنتهي لي عند 100% اللي هو الأبيض بتاعي. تمام. فلو جيت هنا زي ما حضرتك شفت، ابدأ لي يا باشا بالأسود، جميل، اللي هو رقم 0، وابدأ قسمهولي ل10 درجات. يعني إيه؟ يعني لو دي ب0 أطلع فوق شوية مثلا ل10، تمام، اطلع لي كمان 10 وصل لي لحد سي 20، احتسبها 20 يعني مش هتفرق كتير. طيب اطلع لي كمان ليه 30، وهكذا يا جماعة، يفضل يطلع لحد ما يوصل لل100% بتاعتي. دي كلها يا جماعة اسمها درجات الألوان، أو معنى أصح مش هقول درجات الألوان، هي القيم اللي موجودة داخل اللون، أو اللون بتاعي غامق أو فاتح قد إيه، بنسبة قد إيه. تمام، أدي 60 عشان برضه حضراتكم تبقوا شايفينها كويس، دي 70، 80، 90، وال100 عندي يا جماعة اللي هي الإيه، اللون الأبيض. تمام يا جماعة، فآدي الدرجات بتاعتي. ليه؟ لما يجي واحد مثلا يقول لك أنا راسم رسمة معينة بالأبيض وأسود، وجي واحد قال لي خلي بالك الفاليو دي فاتحة أوي زيادة عن اللزوم، غمقها لي الدرجة أو غمقها لي درجتين. يعني هو قصده إيه يا جماعة؟ بدل ما هي 100% غمقها لي درجة، خليها على 90% بس. تمام؟ فهي دي فكرة الفاليوز. وزي ما برضو تبقوا فاهمين، أنا شرحتها على فكرة الأبيض وأسود، أي لون في الدنيا برضه ليه الvalues بتاعته، وشرحت لكم الcolor wheel قبل كده برضه، وقسمتها لكم، قلت لكم يعني إيه اللون يبقى saturated ويعني إيه اللون يبقى desaturated، يعني مشبع باللون ومش مشبع باللون. تمام، مشبع باللون يعني لو أنا قسمتها vertical، لو قسمت المربع اللي قدامي ده vertical، أو اللي هو يعني قائم، horizontal أفقي، رأسي vertical رأسي، الجزء اللي على اليمين ده هو أكتر منطقة مشبعة باللون، والجزء اللي على الشمال ده هي أكتر منطقة غير مشبعة باللون. طب يعني إيه غير مشبعة؟ غير مشبعة دي يعني فيها كروما. يعني إيه فيها كروما؟ يعني كمية الجراي، اللون الرصاصي فيها قد إيه؟ كمية اللون الرصاصي فيها قد إيه؟ وانا هقول لكم دلوقتي يعني ايه. واحد هيقول لي ايوه، يعني ايه اللي دخل الرصاصي في الالوان دي؟ هاجي اقول لحضرتك حاجه. انا عندي الكالر ويل قدام حضرتك، ايه العجله دي اللي قلت لك عليها الالوان بتاعتي بفاليوز معينه، ليها قيم معينه ودرجات غامق وفاتح، مشبع او غير مشبع. طيب، بيقول لحضرتك دي الكالر ويل بتاعتي زي ما انت شايفها هنا بالالوان. بيقول لك اللون لو مشي كده ومشي كده قصاده بيوصل لنقطة هنا، النقطة ديت هي اللي فيها الجراي. طيب انت ستيل ما انتش فاهم، هقولك ازاي. الجماعة اللي بيرسموا ألوان ألوان مية، تمام، ما بيبقاش عندهم كمية الألوان الرهيبة دي، فبيبدأوا يخلطوا ألوان مع بعض، تمام، عشان يوصلوا لدرجات معينة. هو ما عندوش كمية الفاليوز اللي عندك هنا ديجيتال، فهو عايز مثلا يوصل ان هو ياخد لون ازرق بس عايزه في الحتة دي، او عايزه في الحتة، عايزه مشبع شوية باللون، عايزه لا يبقى قالب على جري شوية، لا والله عايز يحوله لايه، يدخله على اللون البيربل حبتين بس يبقى دي ساتوريتد غير مشبع. تعال اوريك حاجة ايه حلوة جدا. بيقولك الكالر ويل بتاعتي دي
تمام. انت لو قسمتها لجزئين، شايفين من عند، لو خدنا من النص هنا كده، الجزء اللي فوق ده اللي هو فيه الأحمر، تمام، زي مثلا خلينا هنا اللي هو فيه الأحمر، تمام، والبرتقاني والأصفر واللون الأخضر بتاعي، تمام. ده بيسموه الورم أو الألوان الدافية. لو جينا بصينا على الألوان من بعد الفايلت أو البيربل، بعد كده يجي هنا مثلا البيربل وبعدين الفستقي والبنفسجي الله أعلم، بعد كده الأزرق، بعد كده داخل على السماوي، تمام، فيروزي، مش عارف ايه. دي اللي تحت ده يا جماعة اسمها الألوان الباردة أو الكول. فدي الألوان الدافية ودي الألوان الباردة. جميل. طب تعالى بقى أقولك الجري ده جه منين. لو أنا خدت اللون مثلا الأخضر بتاعي ده، جيت عند اللون الأخضر وشايفين أنا واقف فين، اخترت مثلا اللون الأخضر وجيت عملت دايرة، وجيت قصاد اللون الأخضر من هنا مشيت وجيت اخترت اللون ده على نفس الاستقامة. يعني أنا خدت اللون هنا جيت على اللون ده وعملت على نفس الاستقامة، خدت اللون التاني وعملت الإيه، دايرة تانية. طيب تعالى بقى أعمل بليندنج، أدخلهم الاتنين في بعض. عارفين يا جماعة إيه اللون اللي ظهر عندي؟ اللون الجراي. اختار أي لونين، هات يا عم الأزرق، تمام، واختار قصاده من هنا اللون ده اللي في وشه على طول. تعالى نعمل بليندنج ما بينهم. شايفين اللون اللي اختاره؟ هو جراي. بس الفرق هنا ايه؟ ان الجراي بتاعك انت ما بتظبطوش كأن هو جراي بنسبة 100% جراي اللي هو يعني رصاصي رصاصي، لا، على حسب الالوان بتاعتك ممكن يقلب شوية الجراي ده يبقى جراي مخضر شوية، راح مايل للحتة دي، او جراي بس رايح للايه، للجزء اللي هو الايه البيربل بتاعي. الجراي هنا ممكن مايل شوية للون الأزرق أو مايل شوية للون البرتقاني. فده الجماعة اللي هم بيرسموا أو الجماعة بتوع الألوان المية، تمام، لما بيجوا يشتغلوا ويخلطوا بيبقوا عايزين يشوفوا الحاجة. لو مثلا عايزين يخلوها دي ساتوريتد، اللون عندي شايفه مشبع جامد، لا وعايز أقلل سنة التشبع دي، فببدأ أشتغل في فكرة الإيه، الكروما. والكروما ديت اللي هي نسبة الجراي الموجودة في اللون بتاعي. انت ممكن ما تبقاش فاهم كل الكلام ده الا لما تبقى تبدأ تشتغل، تمام، لما تبقى بتشتغل وبعدين هتعرف يعني ايه فاليو، يعني امتى اختار فاليو غامقة، امتى اختار فاليو فاتحة، امتى اختار لون ساتوريتد، امتى اختار لون دي ساتوريتد مشبع او غير مشبع. انت بس بيبقى عندك النولج المعرفة وتبقى فاهم كويس، وبعد كده لما تيجي تطبق هتبدأ الحاجة يعني زي ما تقول ايه، تكليك، يعني ايه، حاجة تنور كده في دماغك اللي هو لا انا دلوقتي فهمت. تمام. يبقى يا جماعة اتكلمنا عن زي ما قلت لحضراتكم عن الشيبس، الاشكال بتاعتي. وفي نفس الوقت في الجزئيه بتاعت الشيبس دي يا جماعه في شيبس يعني شهيره جدا، ودي اللي احنا بنعمل عمليه سمبليفيكيشن او ايه، فكره تبسيط، ان اي حاجه في الدنيا احاول ابسط الحاجه ديت لاشكال بسيطه عشان خاطر اقدر ارسم. يعني انا جسم الانسان معقد جدا، بس انا هرسم وشه دايره او اوفل، وهرسم الجزء اللي فوق بالشكل ده والجزء اللي تحت بالشكل ده. فأنا حرفيا قسمت الراجل بتاعي لأشكال بسيطة، وعشان الأشكال البسيطة ديت أنا قدرت بعدها إن أنا أستخدم الأشكال البسيطة ديت في إن أنا أرسم الإنسان بتاعي بشكل معقد بقى، وده برضه هنعرفه بعدين. جميل. بس أنا دلوقتي كفنان راجل عايز أرسم، أنا ببسط الشكل على قد ما أقدر. جميل. في واحد تاني هيبسطه بالشكل ده، تمام، عايز يعملوا ايه على هيئة اسطوانات، وحابب ان الريب كيج او قفص الصدر يبقى بالشكل ده، والبلفس او الجزء اللي تحت يبقى بالشكل ده، تمام. كل واحد وهو شايف الشيبس بتاعته عاملة ازاي، مبسطها لأني حد، تمام. فدي كانت جزئية الايه، الشيبس. يبقى اتكلمنا عن الشيبس او الاشكال،
طبعا كل ده يا جماعة مش بشكل مستفيض يعني. واتكلمنا عن الكالر، وقلنا الكالر بيتقسم لهيو وفاليو وكروما. تمام. واعملوا حسابكم يا جماعة، احنا حرفيا لما بنشتغل ابيض واسود بنشتغل بالفاليوز فقط لا غير، شغالين في الجزء ده حرفيا ما بنتكلمش عن اي الوان نهائي، احنا شغالين فاليوز فقط. تمام. طيب الجزء الثالث والاخير اللي هو الإيدجز او الحواف بتاعتي. بيقول لي حضرتك ايه الحواف بتاعتك؟ في انواع كتير جدا جدا من الحواف. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا عندي ادي اللون ابيض، وجيت هنا اخترت لون رصاصي مثلا، قمت جاي عامل كده، فجأة يا جماعة هو انتقل من اللون الابيض بتاعي انتقال صدم، انتقال مفاجئ. فجأة من ابيض هوب راح دخل في اللون الايه الجراي ده. تمام. انتقال حاد. جميل. الإدج هنا أو الحافة هنا حادة، ده اسمه انتقال مفاجئ. تمام. طيب في انتقال بيبقى مش مفاجئ قوي، بندي ترانزيشن، بس الترانزيشن زي ما تقولوا كده ايه خفيف جدا جدا، يا دوب مش متشاف قوي. تمام يا جماعة. وده بيسموه الانتقال الفيرم. تمام. اللي هو يعني ايه، بتلاقي تحس ان هو الايدج بتاعته او الحافة بتاعته ايه مزغللة شوية كده. يبقى قلنا مثلا ده عندي اللي هو السترونج او الهارد ايدج، وهنا الفيرم. طيب جميل. في بقى حاجة تالتة وهي السوفت ايدج او الحواف اللي هي السوفت خالص. تمام. بتلاقي الانتقالية بتاعتها ايه سوفت كده، ناعمة. جميل. ويبقى ده اسمه السوفت ايدج. تمام. او الحواف الناعمة. في بقى الأخيرة خالص ودي اسمها لاست ايدج، او زي ما تقولوا كده ايه الحافه اللي هي الضائعه. ضائعه يعني ايه؟ يعني الفاليوز بتاعت الباك جراوند. يعني انا يا جماعه لو عندي إيه مثلا اللون ده، وجيت رسمت دايره هنا، اي دايره يا جماعه، مثلا رسمت دايره هنا بالشكل ده. جميل. يبقى تعالوا نتعامل في الجزئيه دي زي ما قلت لكم. سوري يا جماعه. تمام. زي ما قلت لحضراتكم ده الهارد. تمام. الهارد زي ما قلت لكم هو انتقال من فجأة من فاليو لفاليو، من قيمة لون لقيمة لون، انتقال مفاجئ، مفيش أي ترانزيشن، مفيش أي تدرج. تمام. وفي الجزء اللي هو الفيرم. تمام. خلينا مثلا في الحتة دي اختار فاليو مثلا أقل سيكا، أو بتبقى يا جماعة الإيدج كده تحس إن هو مزغلل شوية صغيرين. تمام. مزغلل حبتين كده. وده يا جماعة اللي هو اسمه الفيرم. وفي السوفت. السوفت بتاع يا جماعة هو الانتقال ما بين تو values، بس بيبقى كسوفت ايدج بقى. نختار البرش بتاعتنا. نحاول نقللها شوية بحيث تبقى الدنيا سوفت شوية. جميل يا جماعة. هنا الانتقال سوفت جدا، بس ستيل انت شايف تدرج ما بين الفاليو دي للفاليو اللي هي بتاعت الباك جراوند. تمام. اما اللوست بقى يا جماعة اللي هو ان الايدج راحت خالص، بقت الفاليو اللي ورا شبه الفاليو اللي قدام، ما انتش قادر تفرق ما بين الاتنين. تمام. وده ازاي؟ وده يا جماعة هو اللوست ايدج. انت حرفيا نفس الفاليو ما بين ده الجزء اللي هو انت شايفه الدايرة ده والباك جراوند، فده اسمه اللوست. انا
عملت بلند، دخلت الاتنين في بعض. ودي هي الإيدجز يا جماعة. ولازم تبقوا فاهمين إن الإيدجز بتاعتنا هي مش شرط تبقى على الحواف بتاعة الشكل الخارجي فقط، زي بالظبط ما كنت برسم الشادوز وأنا برسم شكل البني آدم. يعني لو أنا ده شكل البني آدم، تمام، وأنا عملت الشكل الخارجي كله حرفيا الحواف بتاعته عملتها هارد، فأنا ممكن وأنا برسم الفاليوز بقى، وأنا برسم الخطوط اللي جوه عندي، وأنا برسم الشادوز بتاعتي، تمام، وجيت رسمت هنا، اخترت مثلا اللون بتاعي ده ولونت الشادوز اللي جوه هنا. فده يا جماعة شكل جوه شكل. فحرفيا أنا ممكن ببساطة شديدة أسيب ده الجزء ده عندي أهو، أسيبه هارد، تمام، ويعمل انتقال مفاجئ. وفي نفس الوقت ممكن أجي على اللون بتاعي ده وأعمله هنا فيرم، يدوب زغللة بسيطة كده. بس أنا حابب إن الجزء اللي تحت ده، المكان ده، لأ، أنا عايزه يبقى إيه، ده في جراديشن كده، أنا عايزه يبقى سوفت. تمام، أنا عايزه يبقى سوفت. بس تعالالي عند الدقن هنا، لا يا باشا، أنا مش عايزه يبقى سوفت، أنا عايزه يبقى بلندنج مع اللي ورا. أنا عايز ده يبقى لوست خالص، يبقى الاتنين داخلين في بعض. ده كده يا باشا إيه، لوست. ودي يا جماعة فكرة الإيدجز عامة، هي دي الأساسيات. أنا مش بحاول أتكلم كتير فيها، بس لازم تفهمها على الأقل بالشكل ده كويس جدا. لأن بعد كده الفيديوهات الجاية إن شاء الله هبدأ أتكلم عن البورتريهات، وهنبدأ نتكلم واحدة واحدة وإزاي هنستخدم كل الأساسيات اللي فاتت، وإزاي نقدر نطبقها في رسم بورتريه. تمام يا جماعة، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.